نشكر إدارة نادي الإبل وعلى رأسهم الشيخ فهد بن حثلين وأبو سلمان على ما قاموا به من جهود في هذا الكرنفال العلني. جميع الجهات الحكومية وجميع الجهات ذات العلاقة موجودة هنا، بل إن مكاتب المحاماة متواجدة هنا لخدمة ملاك الإبل وخدمة المشترين من جميع الأطياف. دورنا طال عمرك أولاً خدمة ملاك الإبل على بشكل عام، من توقيع عقود ومن صياغة عقود ومن كتابتها ومن توثيق بيع ومشترى وإيجار بين المالك والمشتري. بعض ملاك الإبل من رجال الأعمال ورواد الأعمال يجون هنا لحضور جلسات قضائية، نقدم لهم حضور جلسات قضائية هنا في المكتب، وكذلك كتابة لوائح ردود، وكذلك مذكرات اعتراضية نقدمها لهم هنا في المهرجان تسهيلا لهم. إن اللهم لك الحمد نحن وكلاء عبد الله محمد بن عودة في مزاد ندر الصفر. نعم. التنافس على الاشتاد صحيح، والتنافس حامي وإن شاء الله اشتاد لبن عودة. أولا نشكر منصة سنام على هذا الجهد المبارك، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لطاعته. ونشكر إدارة نادي الإبل وعلى رأسهم الشيخ فهد بن حثلين تجاه هذا الكرنفال. شركة إسدال المحاماة والاستشارات القانونية، الحقيقة أن انطلقت الفكرة تزامنا مع بداية المهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة، والحقيقة أنه لا يخفى على الجميع هذا المكان، ويعني التواجد فيه بحد ذاته شرف لكونها يعني مسابقة ومهرجان الملك عبد العزيز للإبل، والاسم غالي والموروث لا يخفى على الجميع أنه مهم. فكانت الفكرة أنه تواجد شركة إسدال المحاماة في هذا الميدان وفي هذا المكان وتقدم استشاراتها القانونية اللي تخص القانون، تخص النظام وتخص المرافعات القضائية والجهات القضائية في هذا المجال. الحقيقة الأغلب الحاصل الآن تقديم استشارات قانونية يعني، وفيه بعض القضايا يعني قضايا تجارية وجنائية وقضايا أحوال شخصية تخص هذا الأمر، وقضايا حقوقية مطالبات مالية. يعني ما يخفى على الجميع أن هذا الميدان وهذا المجال يعني مجال اقتصادي وتجاري، ويحتاج إلى نطاق أو يعني شركة أو جهة أنها تنظم هذا العمل، وشركة إسدال المحاماة يعني هذا الواجب اللي أنها تقدمه، ويشترط تواجدنا كمهنيين في هذا الميدان وفي هذا المكان تحديدا، لأن يوجد مطالبات مالية، حقوق، قضايا تجارية، قضايا جنائية، قضايا أحوال شخصية، وهلم جرى على هذا الأمر. ترى تواجد المحاماة كاتب المحاماة في المهرجانات الوطنية شيء ضروري جدا ضروري ومهم، وبالعكس هذا يدل على التكاتف. وممكن تلاحظ الآن في جهات صحية مشاركة، جهات عسكرية، جهات اجتماعية. بالعكس إن كمهنيين نتشرف حقيقة بتواجدنا، وبالعكس هذا من تضافر الجهود اللي يؤدي إلى النجاح. ولا يعني ما يعني في هذا المجال لا أنسى أني أشكر حقيقة نادي الإبل على إتاحة الفرصة وعلى العمل اللي صراحة يقدمونه، والحقيقة اللي من الأشياء اللي جعلتنا يعني نشارك أصداءها عالمية جدا. ترى النسخ السابقة في حضور نادي الإبل رائع ومتميز جدا، فهذا من الأشياء الدوافع اللي جعلنا نشارك. ولغة الأرقام تتحدث، وصار النادي محط أنظار عند الجميع، وشغل صار يعني شغله عالمي، يعني ليس محصور ولا على مكان معين أو نطاق معين، صار شغل يعني ما شاء الله تبارك الله، جهد يذكر فيشكر. فهو من الأشياء اللي جعلتنا نشارك اللي هي الفكرة اللي ذكرت لك سابقا. ونشكر صراحة الشيخ فهد بن حثلين على الجهود اللي يقدمونها هو والطاقم العامل معه في نادي الإبل.